محروس باسلوب رائع، باسلوب رائع من اقول باسلوب اوروبي، باسلوب عربي، لاعب عربي وباسلوب عربي. الله يا جزار، الله ما احلاك. شوفوا البطيء، الحارس بورغيس حارس نادي نيس نادي الدرجه الاولى بفرنسا، اول هدف يدخل في سباقه. وهذا هجوم كوري قدامه طلاقه داخل منطقه الجزاء ويرمي قلب الدفاع، يرمي على الارض ويطيح فيه. سلامات يا نزار، هدف ولا اروع. لا بورغيس ولا افضل حراس المرمى في العالم ممكن كانوا يتصدوا الى قذيفه دفاع محروس. هجوم ضابط، ايقاع رائع، لعب مثير جميل، انتشار جماعي. حرام ما يتوج هذا الجهد. قبل لحظات عم يقول زميلنا نجيب لنتوج هذا الجهد. شوفوا الرمية التماس كيف حولها وحط له اياها في الثاني، وبعدين صد كرات كثير، صد كرات كثير، وبعدين فجر نزار محروس الكرة في مرماه. سلامتك يا نزار، دعانا لك بالشفاء. بعد الهدف حيعمل هدف ثاني، بعد الهدف حيعمل هدف ثاني. شوفوا الهدف الرائع، شوفوا الهدف الجميل، شوفوا الاسلوب العربي. عنا لاعبين، عنا رجال. شوفوا صوت واحد، سوريا سوريا، ضربة حرة مباشرة لسوريا، ضربة حرة. يا رب يا رب، نجيب عميدي معي، ياسر عميدي معي، يا رب. الهدف الثاني لسوريا، وليد ابو السيل وتصدم الخايب. ترجع يا علا وراءها في راية مرفوعة في تسلل. ايقاع رائع جدا. 35 دقيقة ما شفت فريق سوريا عم يلعب بنفس الايقاع، لم يهدأ اللاعب. ضربة جزاء وضربة جزاء لسوريا، ضربة جزاء لسوريا، ضربة جزاء لسوريا. كرة ملعوبة وجميلة جدا من وليد ابو السل، يحاول فيها اول مرة وبيبعد السيفاني، يتابعه مرة اخرى وليد ابو السل وبيخطف الكرة وبيلعبها الى المرمى وبيطير في الهواء جورج خوري وبيدفع اللاعب الفرنسي في الهواء ويعلن الحكم عن ضربة جزاء صحيحة لسوريا. حتى الآن 1 سوريا 1 فرنسا، 1 سوريا 1 فرنسا. تحرك الجمهور الآن. 35 دقيقة من زمن الشوط الثاني، 10 دقائق من نهاية هذه المباراة. جورج خوري على الأرض من الضربة اللي تلقاها في الهواء ومن الفرحة. هذا هو جورج خوري. جورج خوري عمره 25 سنة من نادي تشرين على الأرض. الحكم طبعا بيطلب معالجته خارج خطوط الملعب، خارج خطوط الملعب. شايفين هلا حتى رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم العميد فاروق بوزو نزل على الملعب ليطمن على لاعبينه. جورج بقوم. سلامات جورج. ضربة جزاء، هنشوف مين اللي حينفذها. ضربة جزاء لسوريا. وليد ابو السل، وليد ابو السل حينفذ ضربة الجزاء لسوريا. وليد مقابل بورغيس، سوريا مقابل فرنسا. 1 سوريا 1 فرنسا. وليد دعني افرح، دعني اغني جول. وليد بيسدد. سوريا 2 فرنسا 1. وليد ابو السل وجول لسوريا، جول لسوريا، جول لسوريا في الدقيقة 36 من هذه المباراة.
الزميل عدنان. يا رب كل الجهود هؤلاء الشباب. اروع مباراة لسوريا تؤديها اليوم، اروع مباراة لسوريا تؤديها اليوم في هذا الملعب، ملعب الاسد في اللاذقية. اروع مباراة لسوريا. النتيجة لم تكن في الشوط الاول منطقية، هكذا قلت لكم. 2 سوريا 1 فرنسا. يجب ان نبقى نهاجم. رجالنا يستحقون اكثر من دقائق تماما. وعرسنا الكروي هنا في عروس الساحل اللاذقية. عمل عيد طويلة. قلب الدفاع زكو. ياخذ وليد ابو سلم. وليد ورمية تماس سوريا. رمية تماس سوريا. هجوم. بدأتم بالهجوم، انتهوا بالهجوم. وليد والظهير. وليد سين ديب يعمل محاولة ضربة الجزاء. بيلعبها كبيرة هون. الثالث حيجي ضرب منطق المرمى. ويعلن الحكم سيد انتصار سوريا على فرنسا. هدفان لسوريا، هدفان ملعوبان لسوريا، هدفان رائعان لسوريا، هدف يتيم لفرنسا. انتصار جدير، انتصار جدير لمنتخبنا الوطني. انتصار رائع لأول مرة منذ 36 عاما تتوج سوريا بذهب كرة القدم في المتوسط. هي أغلى ميدالية. بوركتم يا رجال هذا الوطن. هذا هو يومكم، هذا هو عرسكم، هذا هو فرحكم. كبر الوطن بكم، كبرتم في عيون الملايين. من انتصار إلى انتصار انطلقوا. بدأوا بالفريق التركي الصديق وفازوا عليه بهدف سجله وليد ابو السليم. تابعوا بفريق سان مارينو الصديق وفازوا عليه ب3 أهداف سجلها حسين ديب ووليد ابو السل وفيصل احمد، وثلثوها. ثلثوا انتصاراتهم بالفوز على لبنان الشقيق وب6 أهداف لهدف. 6 أهداف سجلها فيصل احمد ووليد ابو السل وحسين ديب هدفين الذي كان رائعا كما رفاقه اليوم، وسعد واحمد الشعار. لم يهزموا في الدور الاول وانتقلوا الى الدور الثاني وانتزعوا النصر وانتزعوا الاعجاب وانتزعوا التقدير في المنافسة والمباراة التي عشناها على أعصابنا جميعا. في مباراتنا مع اليونان حسمتها ضربات الجزاء وانتصر فريقنا في النهاية ب3 أهداف لهدفين بعد أن تعادلا في الشوطين والوقتين الإضافيين. هذا هو هدف النصر. الآن هداف الدورة 10 لألعاب البحر الأبيض المتوسط.